بسم الله العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب مع الحلقة 11 من القدرات كمي جزء الهندسة. أوجد قيمة س في الشكل. نلاحظ في الشكل يا أبطال أن هذه الزاوية زاوية قائمة، إذن قياسها 90 درجة. المستقيمان لام وميم هما مستقيمان متوازيان، وبالتالي يصبح لدينا الزاويتان 90 زائد س و130 زاويتان متبادلتان داخليا. كل زاويتان متبادلتان داخليا متطابقتان، إذن 90 زائد س يساوي 130. بطرح 90 من طرفي المعادلة تصبح قيمة س يساوي 130 طرح 90 يساوي 40. قارن بين القيمة الأولى س القيمة الثانية ص. نلاحظ في الشكلين الأول والثاني لدينا 4 زوايا يشكلوا زاوية مستقيمة. قياس الزاوية المستقيمة يا أبطال يساوي 180، وبالتالي يصبح لدينا المعادلة س زائد 60 زائد 50 زائد 2 س يساوي 180. بتبسيط الطرف الأيمن من المعادلة يصبح 3 س زائد 110 يساوي 180. بطرح 110 من الطرفين نحصل على 3 س يساوي 180 طرح 110 يساوي 70. بالمثل تماما الشكل الثاني، مجموع زواياه الأربعة يساوي 180. بتبسيط الطرف الأيمن من المعادلة نجد 3 ص زائد 110 يساوي 180. بطرح 110 من طرفي المعادلة نحصل على 3 ص يساوي 180 طرح 110 يساوي 70. نلاحظ أيها الكرام 3 س يساوي 70، 3 ص يساوي 70 أيضا، إذن 3 س يساوي 3 ص. بقسمة الطرفين على 3 ينتج س يساوي ص، وبالتالي تكون القيمتان متساويتان. أوجد مساحة الدائرة. لإيجاد مساحة أي دائرة يا أبطال لابد أولا من إيجاد نصف القطر. نصف القطر يرمز له بالرمز نق، ولإيجاد نصف القطر لابد من إيجاد إحداثيات مركز الدائرة من خلال صيغة إحداثيات منتصف القطعة المستقيمة المارة بالنقطتين 5 و0 و1 و0. م يساوي س1 زائد س2 على 2 وص1 زائد ص2 على 2. نعوض يا أبطال عن السين 1 5 س2 1، إذا م يساوي 5 زائد 1 على 2 ص1 ص2 ص1 0 ص2 0، وبالتالي 0 زائد 0 على 2. بالتبسيط نجد أن إحداثيات م 3 و0. الآن نستطيع إيجاد نق. نق هي القيمة المطلقة للفرق بين إحداث س في النقطة 5 و0
وإحداث س في النقطة 3 و0. إذا نق يساوي 2. نكتب صيغة مساحة الدائرة طا نق تربيع، نعوض عن نق ب2، إذا نق تربيع تكون 4، وبالتالي تكون مساحة الدائرة 4 طا. أوجد قيمة باء في الشكل. نلاحظ في الشكل يا أبطال أن الزاويتان 120 وهذه الزاوية هما زاويتان متجاورتان متكاملتان. إذن هذه الزاوية قياسها 60. الزاوية 30 وهذه الزاوية هما زاويتان متقابلتان بالرأس. إذن هذه الزاوية قياسها 30 درجة، وبالتالي تصبح قياس زاوية باء من خلال المثلث الظاهر في الشكل يساوي 180 طرح 60 طرح 30 يساوي 90. أوجد مساحة الدائرة. نلاحظ في الدائرة يا أبطال أن نصف القطر يساوي 10. نكتب صيغة مساحة الدائرة طا نق تربيع، نعوض عن طا ب3 و14 جزء من 100 وعن النق ب10. تصبح مساحة الدائرة 3 و14 جزء من 100 ضرب، لاحظ نق يساوي 10، إذا نق تربيع تكون 100. نقوم بحذف الفاصلة العشرية مع الأصفار، تصبح مساحة الدائرة يساوي 314. احسب محيط الشكل. هذا الضلع يا أبطال نلاحظ أن طوله 5، هذا الضلع أيضا طوله 5 لأنهم ضلعان متقابلان متطابقان. المحيط هو مجموع أطوال أضلاع الشكل الخارجية. الأضلاع الداخلية ليس لها أي علاقة بالمحيط، وبالتالي يكون محيط الشكل يساوي 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 4 زائد 2 يساوي 26. ما نسبة المظلل إلى الشكل كله؟ نقوم بعد أجزاء الشكل بهذه الصورة، فنجد أن عدد أجزاء المظلل يساوي 3 أجزاء. عدد أجزاء الشكل كله يساوي 16 جزء، وبالتالي تكون نسبة المظلل إلى الشكل كله 3/16. سؤال إضافي يا أبطال: ما نسبة الغير مظلل إلى الشكل كله؟ بنفس الطريقة نقوم بعد أجزاء الشكل بهذه الصورة، نجد أن عدد أجزاء الغير مظلل 13 جزء، عدد أجزاء الشكل كله 16 جزء، وبالتالي تصبح نسبة الغير مظلل إلى الشكل كله 13/16. سؤال إضافي آخر: ما نسبة المظلل إلى الغير مظلل؟ نقوم بعد أجزاء الشكل بهذه الصورة، نجد أن نسبة أجزاء المظلل 3 أجزاء، عدد أجزاء الغير مظلل 13 جزء، وبالتالي تكون نسبة المظلل إلى الغير مظلل 3/16.
13. إذا كان محيط الدائرة يساوي 8 طاء أوجد طول ضلع المربع. لدينا مربع، داخل المربع دائرة. محيط الدائرة يا أبطال يساوي طاء قاف. نعوض عن محيط الدائرة ب8 طاء. لدينا صيغة أخرى أيضا لمحيط الدائرة وهي 2 طاء نق، لكننا سوف نستخدم هذه الصيغة وهي طاء قاف في حل السؤال. نعوض عن محيط الدائرة ب8 طاء، يصبح 8 طاء يساوي طاء قاف. بحذف طاء من طرفي المعادلة ينتج قاف يساوي 8. نرسم قطر الدائرة الذي طوله 8. نلاحظ أن طول قطر الدائرة هو نفسه طول ضلع المربع، وبالتالي يكون طول ضلع المربع يساوي 8. احسب مساحة المثلث المظلل. المثلث الذي أمامكم يا أبطال هو مثلث قائم الزاوية. من ثلاثيات فيثاغورس المشهورة 6 و8 و10. نلاحظ أن الضلع المفقود في المثلث هو الضلع الذي طوله 6، وهو هذا الضلع. لاحظوا معي هذا الجزء من الضلع الذي طوله 6 طوله 3. إذن المتبقي من الضلع الذي طوله 6 يكون أيضا طوله 3، وهو يمثل قاعدة المثلث المظلل. ارتفاع المثلث المظلل 8. نكتب صيغة مساحة المثلث نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. نعوض يا أبطال، تصبح مساحة المثلث نص ضرب 3 ضرب 8 يساوي 12. أوجد قيمة صاد في الشكل. نكتب الحرفان دال وهاء بحيث يكون لدينا المثلث دال جيم هاء. نلاحظ المستقيمان ألف باء ودال هاء مستقيمان متوازيان، وبالتالي يصبح عندنا المثلثان ألف باء جيم ودال جيم هاء متشابهان بمسلمة AA. من خلال تشابه المثلثان ينتج تناسب بين أضلاع المثلثين المتناظرة، ويصبح صاد زائد 1 على 6 يساوي 2 صاد سالب 1 على 9. باستخدام خاصية الضرب التبادلي يكون لدينا المعادلة 6 ضرب 2 صاد يساوي 12 صاد. 6 ضرب سالب 1 الناتج سالب 6. 9 ضرب صاد 9 صاد. 9 ضرب 1 يساوي 9. بتجميع المتغيرات في الطرف الأيمن من المعادلة والثوابت في الطرف الأيسر يكون 12 صاد سالب 9 صاد يساوي 6 زائد 9. بتبسيط طرفي المعادلة ينتج 3 صاد يساوي 15. بالقسمة على 3 تكون صاد يساوي 5. في الشكل المجاور ربع دائرة
وداخلها مستطيل طول قطره 4 سنتيمتر. أوجد مساحة ربع الدائرة. من خواص المستطيل يا أبطال القطران متطابقان. نلاحظ أن طول قطر المستطيل هو 4. نرسم القطر الثاني للمستطيل فيكون طول قطره أيضا 4 سنتي. نلاحظ يا أبطال أن طول قطر المستطيل هو نفسه نصف قطر ربع الدائرة. إذن لدينا الآن نق قيمتها 4. نكتب صيغة مساحة ربع الدائرة ربع طا نق تربيع. الآن نقوم بالتعويض عن نق ب4. ربع ضرب طا ضرب، لاحظ نق 4 وبالتالي تكون نق تربيع 16 وتكون مساحة ربع الدائرة 4 طا. إذا كان محيط الشكل يساوي 40 احسب مساحته. بداية يا أبطال المحيط هو مجموع أطوال أضلاع الشكل الخارجية. الأضلاع الداخلية ليست ضمن محيط الشكل. نلاحظ أن الأضلاع الخارجية جميعها متطابقة. نقوم بعد كل الأضلاع المتطابقة: 1 2 3 4 5 6 7 8 وهذا الضلع يمثل ضلعين، إذن عدد الأضلاع المتطابقة 10. نقسم محيط الشكل وهو 40 على 10 فيصبح طول كل ضلع من الأضلاع الخارجية المتطابقة هو 4 وبالتالي يكون طول الشكل 12. عرض الشكل يا أبطال 8. إذن مساحة الشكل الطول ضرب العرض، نعوض تكون مساحة الشكل 12 ضرب 8 يساوي 96. أوجد قيمة س في الشكل. نلاحظ أن هذه الزاوية يا أبطال هي زاوية مركزية. قياس القوس المقابل لها يساوي 140. إذن هذا القوس قياسه 140 وبالتالي نستطيع إيجاد قياس هذا القوس المتبقي من الدائرة وهو يساوي 360 طرح 140 يساوي 220. بالنظر إلى هذه الزاوية يا أبطال نجد أنها زاوية محيطية تساوي نصف قياس القوس المقابل لها. إذن قيمة س يساوي نص ضرب 220 يساوي 110. الشكل المجاور مستطيل. احسب مساحة المثلث المظلل. نضع الحروف ألف وباء وجيم ودال على الشكل بهذه الصورة. لدينا الآن المثلث ألف باء جيم قائم الزاوية من ثلاثيات فيثاغورس المشهورة 3 و4 و5. نجد أن الضلع المفقود في المثلث هو باء جيم وطوله يساوي 4. نلاحظ يا أبطال أن الضلع باء دال هو نفس طول هذا الضلع وبالتالي يكون باء دال يساوي 8.
إذن نستطيع الآن إيجاد طول ج د، فيكون طوله يساوي 4. الآن نستطيع إيجاد مساحة المثلث. لاحظ أن ج د يمثل قاعدة المثلث المظلل، ألف باء يمثل ارتفاع المثلث المظلل. مساحة المثلث نص ضرب قاف ضرب عين، نقوم بالتعويض، نص ضرب 4 ضرب 3 يكون الناتج 6. أوجد نسبة مساحة المظلل إلى الشكل كله. عدد أجزاء المظلل يا أبطال يساوي 2. عدد أجزاء الشكل كله يساوي 8، وبالتالي تكون نسبة المظلل إلى الشكل كله 2/8. نضع النسبة في أبسط صورة فتكون الإجابة 1/4. ما نسبة مساحة المظلل إلى الغير مظلل؟ نقوم بعد أجزاء الشكل بهذه الصورة، فنجد أن عدد أجزاء المظلل 2، عدد أجزاء الغير مظلل 12، وبالتالي تكون نسبة المظلل إلى الغير مظلل 2/12. نضع النسبة في أبسط صورة فتكون النسبة 1/6. ما نسبة مساحة المظلل إلى الشكل كله؟ نقوم بعد أجزاء الشكل بهذه الصورة، فنجد أن عدد أجزاء المظلل يساوي 2، عدد أجزاء الشكل كله 14، وبالتالي نسبة مساحة المظلل إلى الشكل كله تساوي 2/14. نضع النسبة في أبسط صورة فنجد أن الإجابة 1/7. أوجد قيمة س في الشكل. في البداية نسمي هذه الزاوية بالزاوية ص. نلاحظ يا أبطال أن هذا الشكل هو شكل رباعي، وبالتالي نستطيع إيجاد قيمة ص. ص يساوي 360 طرح 90 طرح 36 طرح 34، فتكون قيمة ص تساوي 200. س وص أيها الكرام هما زاويتان متجمعتان حول نقطة واحدة. الزوايا المتجمعة حول نقطة واحدة مجموع قياسها 360. إذن س زائد ص يساوي 360، فتكون قيمة س يساوي 360 طرح ص 200 يساوي 160. أي الآتي أكبر؟ نلاحظ يا أبطال أن الزاويتان 60 و3 س هما زاويتان متجاورتان متكاملتان، وبالتالي 3 س يساوي 180 طرح 60 يساوي 120. بالقسمة على 3 ينتج لدينا س يساوي 40. إذن يا أبطال هذه الزاوية يكون قياسها 2 ضرب 40 يساوي 80. عوضنا عن س ب40. الزاويتان ص و80 هما زاويتان متجاورتان متكاملتان،
وبالتالي تكون قيمة صاد يساوي 180 طرح 80 يساوي 100. لدينا في الشكل مستقيمان متوازيان. في هذه الحالة نجد أن الزاويتان عين وستين هما زاويتان متناظرتان متطابقتان. إذن قياس عين يا أبطال يساوي 60. تبقى لدينا الآن قيمة لام، سوف نحصل عليها من المثلث الظاهر في الشكل. لام يساوي 180 طرح 60 طرح 100 يساوي 20. بالنظر إلى القيم الأربعة يا أبطال نجد أن القيمة الأكبر هي صاد. ما قياس زاوية باء ألف س في الشكل؟ نضع جيم بحيث يكون لدينا المثلث ألف باء جيم المتطابق الأضلاع. قياس كل زاوية في المثلث المتطابق الأضلاع يساوي 60. في الشكل يوجد مستقيمان متوازيان، وبالتالي تكون الزاويتان باء ألف س والزاوية 60 زاويتان متبادلتان داخليا متطابقتان، وتصبح قياس زاوية باء ألف س يساوي 60. قارن بين القيمة الأولى س القيمة الثانية 40. نضع الحروف ألف وباء وجيم بحيث يكون لدينا المثلث ألف باء جيم متطابق الضلعين. إذن أيها الكرام زاوية ألف تساوي زاوية باء، إذن قياس زاوية ألف يساوي 20. نلاحظ أن زاوية س هي زاوية خارجية عن المثلث ألف باء جيم. الزاوية الخارجية تساوي مجموع الداخليتان البعيدتان، إذن س يساوي 20 زائد 20 يساوي 40، وبالتالي تكون القيمتان متساويتان. مثلث متطابق الأضلاع، قارن بين القيمة الأولى محيط المثلث القيمة الثانية 33. نلاحظ أن الشكل متطابق الأضلاع أيها الكرام، وبالتالي يكون لدينا المعادلة 4 س سالب 1 يساوي 2 س زائد 5 بتجميع المتغيرات في الطرف الأيمن والثوابت في الطرف الأيسر، ينتج لدينا 4 س سالب 2 س يساوي 1 زائد 5. بالتبسيط يكون 2 س يساوي 6 بالقسمة على 2 ينتج س يساوي 3. نعوض عن س ب3 لإيجاد طول ضلع المثلث. إذن طول ضلع المثلث 2 ضرب 3 زائد 5. نعوض في أي ضلع يا أبطال سواء هنا أو هنا. الآن نستطيع إيجاد محيط المثلث. 11 زائد 11 زائد 11 يساوي 33، وتكون الإجابة القيمتان متساويتان. الشكل أدناه مستطيل ومربع.
ما مساحة المربع؟ نضع الحروف ألف وباء وجيم بهذا الشكل بحيث يكون لدينا المثلث ألف باء جيم قائم الزاوية في باء. من ثلاثيات فيثاغورس المشهورة 3 و4 و5 نلاحظ أن الضلع المفقود هو باء جيم وطوله يساوي 3. الضلع باء جيم أيها الأبطال هو أيضا طول ضلع المربع. إذن طول ضلع المربع يساوي 3. نستطيع الآن إيجاد مساحة المربع. 3 ضرب 3 يساوي 9. احسب مساحة الجزء المظلل. نضع الحروف ألف وباء وجيم على المثلث. نلاحظ أن المثلث ألف باء جيم متطابق الضلعين. نضع الحروف هاء ودال ولام أيضا بهذا الشكل، فنجد أن باء لام يساوي لام جيم يساوي ألف دال يساوي دال جيم يساوي هاء دال يساوي 2، وبالتالي نستطيع إيجاد مساحة المثلث. نلاحظ ألف دال يمثل قاعدة المثلث، دال هاء يمثل ارتفاع المثلث. مساحة المثلث يا أبطال نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، بالتعويض نص ضرب 2 ضرب 2، وتكون مساحة المثلث يساوي 2. بوابة بها نافذة على شكل مربع ونصف دائرة. ما مساحة الجزء الذي سيتم طلاؤه؟ مساحة الجزء المطلوب يا أبطال يساوي مساحة المستطيل طرح مساحة النافذة. لاحظوا معي، هذه هي النافذة. هذا الجزء لن يتم طلاؤه. نوجد أولا مساحة النافذة، ونلاحظ أن النافذة تتكون من مربع ونصف دائرة. إذن مساحة النافذة تساوي مساحة المربع زائد مساحة نصف الدائرة. نلاحظ طول ضلع المربع 2، وبالتالي تكون مساحة النافذة 2 ضرب 2 زائد. لاحظوا معي يا أبطال، هذا الضلع يمثل قطر الدائرة وطوله 2. إذن نق يساوي 1. مساحة نصف الدائرة نص ضرب طاء، نعوض عن طاء ب3 و14 جزء من 100 ضرب نق الذي طوله 1. نق 1 إذا نق تربيع أيضا 1. بالتبسيط 2 ضرب 2 يساوي 4 زائد نص ضرب 3 و14 جزء من 100 يكون الناتج 51، وبالتالي تكون مساحة النافذة 55 جزء من 100. الآن نستطيع إيجاد مساحة الجزء المطلوب. مساحة المستطيل يا أبطال الطول ضرب العرض 6 ضرب 5 يساوي 30 طرح مساحة النافذة 55، فيكون مساحة الجزء المطلوب 24 و43، وأقرب إجابة هي الإجابة ألف. انتهت الحلقة 11. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.